اليومية يجي تقريبا 100 شخص: دكتور عندي مقاومة انسولين، دكتور يمكن عندي مقاومة انسولين. هذا الترند الاخير هسه بالطب. مو اي شخص يجي يعني عنده مقاومة انسولين، مو انت اللي تحدد انه عندك مقاومة انسولين او لا. قبل ما اقول لكم بخيل ما يصلي على الرسول، متابعة واكسبلور، تعالوا ياي خل اشرح. لازم تتوفر عندك 4 شغلات يلا نثبت عندك مقاومة الانسولين. اول شيء ارتفاع الضغط، ثاني شيء ارتفاع السكر، ثالث شيء ارتفاع الدهون، ورابع شيء السمنة، وخاصة الكرش. السمنة اللي تصير على البطن. مو يجيني شاب عمره 15 سنة يلعب طوبة وشوية عرق وصار عنده سواد برقبته وجدتي امه: دكتور هذا عنده مقاومة انسولين. لا. ولا مو طفل عمره 4 سنوات عرق واجى والله دكتور مقاومة انسولين. او يجي شخص ضعيف وزنه 60 كيلو والله دكتور يمكن عنده مقاومة الانسولين يحددها فقط الطبيب. ونزلوا كرشكم واهتموا بصحتكم. فقبل ما تروحون بخيل ما يصلي على الرسول، متابعة واكسبلور. كان وياكم اخوكم الطبيب عبد الله الخفاجي، بكالوريوس طب وجراحة عامة. عافاكم الله وعافى كل ذرياتكم. تحية.